جافي من خليفة تشافي للاعب زجاجي، وهالمرة إصابة جديدة ومدة غياب مخيفة رح تطول 5 شهور، خلت جمهور برشلونة يدخل بدائرة الشك. شو سبب هالإصابات القوية اللي بتخلي لاعب ب5 سنين يغيب عن الملاعب 573 يوم وهو بعمر 21 سنة بس؟ هل هو بسبب النادي والمنتخب لما انضغط بأول طلعته ولعب عدد كبير من المباريات وبدون راحة؟ ممكن تكون سبب من الأسباب، بس السبب الرئيسي هو طبيعة جسم اللاعب وكيف تعامل مع الإصابات. جافي لاعب حماسي وأحيانا متهور، وهذا الشيء اللي عم يخلي إصاباته تزيد، ما عم يعرف يحافظ على حاله، وهالمرة إصابته ممكن تخليه ما يلحق يلعب كأس العالم. بس ليش ما صار هيك مع بيدري؟ لأنه بيدري صار معه نفس الشيء وانضغط بالمباريات أكثر من جافي كمان. كلنا بنتذكر كيف كان شكل بيدري وكأنه عمره 30 سنة، بس الفرق إنه بيدري اشتغل على حاله واجتهد وصار بيدري اللي عم نشوف مهاراته هلأ وبيمتعنا كل مباراة. وهلأ السؤال الأهم، مين رح يعوض جافي ببرشلونة؟ وهل برشلونة لازم يتعاقد مع حدا ولا لا؟